صباح الفل. عايزة أقول لكم على حاجة لطيفة قريتها دراسة، وهنشوف بقى الدراسة دي ممكن يعني نربطها إزاي بالواقع بتاعنا وبالمشاعر وبالعلاقات. الدراسة دي إنه جابوا أطفال وعملوا إعلان للعبة، وجابوا الأطفال دول وقسموهم مجموعتين، مجموعة وروهم الإعلانات ومجموعة ما شافتش الإعلان عن اللعبة دي. وبعد وقت سألوا مجموعة الأطفال اللي شافوا الإعلان لو خيروكوا إنكم تلعبوا بالألعاب اللي انتوا شفتوها في الإعلان مع ناس مش لطيفة وأطفال ممكن تبقى يعني عنيفة شوية، ولا تلعبوا بس مع أطفال طيبين، تختاروا ده ولا ده؟ وسألوا نفس السؤال للأطفال اللي ما شافوش الإعلان وما شافوش اللعبة أصلا. فالنتيجة كانت غريبة جدا. الأطفال اللي شافوا الإعلان قالوا إحنا على استعداد إن إحنا نلعب بالألعاب دي مع أطفال يعني عندهم عنف، هنعرف نهندل ونظبط الحاجات، المهم إن إحنا نحصل على اللعبة. لكن الأطفال اللي ما شافوش الإعلان، ما شافوش اللعبة، ما تعرضوش للنوع ده من الجذب، اختاروا بفطرتهم إن هم يلعبوا مع الأطفال الطيبين. عايزة أقول إيه من القصة دي؟ قد كده فكرة الاستهلاك دي بقت فكرة عندنا ممتدة، مش بس الاستهلاك الشيء المادي. ممكن نضحي براحة بالنا، ممكن نضحي بالأمان بتاعنا، ممكن نضحي بجودة العلاقات في سبيل الحصول على شيء معين. فكروا كده، ده ممكن يبقى بينعكس ازاي في الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي، في العلاقات اللي احنا عايشينها. قد ايه احنا ممكن نضحي بحاجات حقيقية جدا، اللي هي الناس طيبة، اللي هي طول الوقت احنا بنقول ربنا يرزقنا الناس الطيبين في حياتنا. ممكن قد ايه نضحي بده في سبيل ان احنا نحصل على اشياء مادية، وهي دي مصيبة الاستهلاك. فالحقيقة ان الاستهلاك مش بس استهلاك اشياء، لكن هو كمان استهلاك مشاعر، لدرجة انه احنا يعني برضو مش عايزة اعمم، بقينا شوية بنستهلك بعض، بنستهلك مشاعر بعض للحصول على حاجة. الحاجة دي بعيدة تماما عن راحة البال، بعيدة عن الحب، بعيدة عن الدفء، بعيدة عن السلام النفسي. لكن احنا ممكن نستهلك مشاعر بعض ونضغط على بعض لغاية ما يعني اوقات بكل اسف الرصيد بينفذ.